إخواني أخواتي، مرحبا بكم. بعد انقضاء عطلة العيد وعودة حركة التنقل إلى طبيعتها، وجد آلاف المواطنين أنفسهم أمام واقع مقلق يعيد طرح نفس السؤال كل موسم: من يحمي المستهلك من الاستغلال؟ فبدل أن تنتهي المناسبة الدينية بذكريات عائلية دافئة، بدأت رحلة العودة بصدمة غير متوقعة داخل محطات النقل. في عدد من المدن برزت من جديد ظاهرة الزيادات الغير قانونية في تسعيرة سيارات الأجرة، حيث استغل بعض السائقين الإقبال الكبير على السفر لفرض أسعار مضاعفة وصلت في بعض الحالات إلى ما يقارب الضعف. فمثلا رحلة لا تتجاوز 60 درهما عادة أصبحت تقترب من 100 درهم للفرد، في مشهد وصفه مواطنون بالاستغلال الصريح الذي يرهق القدرة الشرائية خاصة للفئات البسيطة. هذا الوضع إخواني أخواتي خلق حالة من الاحتقان داخل المحطات، حيث لم تخلو بعض اللحظات من توتر ومشادات بين المسافرين والسائقين، في ظل غياب تسعيرة واضحة أو رقابة صارمة تحد من هذه التجاوزات. وبين الحاجة للتنقل وغياب البدائل، يجد المواطن نفسه مجبرا على القبول بالأمر الواقع. لكن هذه الظاهرة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع يتمثل في الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات. فقد شهدت السوق الوطنية زيادة وصفت بالصاروخية انعكست بشكل مباشر على مختلف القطاعات وعلى رأسها النقل، ومع كل زيادة في الوقود تتسع دائرة التأثير لتشمل كلفة التنقل وأسعار السلع والخدمات، ما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين. في المقابل تتصاعد أصوات مهنيين وهيئات تطالب بتدخل عاجل لضبط السوق، مشيرة إلى اختلالات في منظومة المراقبة واتهامات بوجود ممارسات غير شفافة داخل قطاع المحروقات، كما دعت إلى تفعيل آليات دعم وتوفير حلول عملية تضمن التوازن بين حماية المهنيين وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية. ويرى متتبعون أن تكرار هذه المشاهد مع كل مناسبة يعكس غياب حلول جذرية، حيث يتحول الطلب المرتفع إلى فرصة للاستغلال بدل أن يكون مناسبة لتعزيز قيم التضامن. وفي ظل هذا الوضع تتزايد الدعوات إلى فرض إشهار واضح للتسعيرات وتشديد المراقبة داخل محطات النقل، مع فتح قنوات فعالة للتبليغ عن المخالفات. وفي النهاية لم يعد الأمر مجرد زيادة ظرفية في الأسعار، بل أصبح قضية ثقة بين المواطن والخدمات المقدمة له. فحين تتحول الحاجة الأساسية إلى عبء يومي، يصبح السؤال أكبر من مجرد تسعيرة، ويصل إلى جوهر العدالة الاجتماعية والحق في العيش بكرامة.